انا الصياد. انا بحلم بكاس العالم من وانا عندي 10 سنين. لو جات لي فرصه افرح الناس لو حتى هلعب دقيقه، يبقى ساعتها طز في اوروبا. بس انا اللي يهددني يبص في وشي. حق الميت يشوف اللي هيخلص عليه بعينيه. سقيت الارض بالدم، بذور الغل والكره والموت والخراب اتبدرت. الحصاد يصير ويجي. هو انت بتعمل ايه؟ بتخلص من الخطر. الناس كلها. ما بستريحش خالص وما بحسش ان ده صح بالنسبه لي، ان مثلا يبقى في مشاهد فيها مشاهد ساخنه، مشاهد فيها قبولات، مثلا مشاهد فيها احضان، ما بحسش انه صح بالنسبه لي كده، وجهه نظري كده. كان حلمه انه يلعب في النادي الاهلي، حلمه راح بسبب انه ما كانش عنده واسطة، وبرغم كده ما استسلمش ودخل كلية الهندسة، بس حس ان ده مش مكانه والمعادلات كانت بتوجع له دماغه، فقرر يجرب حظه في التمثيل، وساعتها الحظ ابتدى يبتسم له. الغريب انه سافر بره علشان يتعلم السحر، لكن الأغرب إنه كسر قالب دراما رمضان بمسلسل خيال علمي. عمل شيء مش تقليدي، وده لأنه عمره ما كان تقليدي، دايماً بيعمل صدمة في مسلسلات. قرر إنه لازم يبقى القيصر في كل موسم رمضان. لقى حب ودعم من الجمهور ودايماً مستنيه، وشابوه يوسف الشريف بقى مقياس نجاح أعماله. جملة مجرد ما بتتقال على أي عمل معناها إن الجمهور بصم على جودة واختلاف العمل. فنان من أول ما دخل مجال الفن وهو حاطط لنفسه قواعد معينة، واللي خلت ناس تحبه وناس تهاجمه. تعالوا نرجع شوية ونعرف حكايته من الأول. يوسف الشريف، ولا أقولك محمد إسماعيل ناجي؟ أيوة، المفاجأة إن يوسف الشريف ده مش اسمه الحقيقي، مجرد اسم الشهرة وخلاص. اسمي الحقيقي محمد اسماعيل، ايوه، ويوسف شريف ده اسم شهرة، في ناس كتير عارفه ده وفي ناس مش عارفاه. يوسف اتولد 14 سبتمبر سنة 78 في القاهرة، واتولد في عيلة متوسطة الحال. والدي اللي هو اسماعيل ناجي، اللي هو جيش متقاعد، كان معيشنا ميري شويه في البيت، يعني دايما كان حريص على اني ابقى مجند من وانا صغير. الوالده يعني دي الخير والبركه، يعني دي ربنا يديها الصحه وطول العمر، دي شكلت كتير جدا 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 برضه في شخصيتي. من صغره كان بيحب يلعب كورة جدا، لكن رغم كده ما كانش زي ناس كتير، وأحمل تعليمه علشان حبه للكورة. بس كان بصراحه الحلم اللي كان قدام عيني دايما هو بدات مشوار كره القدم، ولعبت في كذا نادي منهم النادي الاهلي. بدات من وانا صغير قوي، يعني بدات وانا مثلا عندي 11 سنه 12 سنه، ومش هسبق الاحداث، بس الحلم ده انتهى عند 19 سنه. وفعلا لعب يوسف في الناشئين في الاهلي، لكن القدر كان ليه راي تاني. لا، دي سياسه الناشئين بقى، ده هم دايما بيعملوا في سن معين بيضم فرقتين، يعني بيبقى في ناس كتير لازم تمشي، والاهلي دايما بيعمل احلالات وتجديد كتير قوي في الاعمار الصغيره. سالتهمش انتوا مشيتوني ليه؟ خالص. لكن بعد ما خسر حلمه وفقد شغفه، الدنيا اتقفلت في وشه. جاي يوم عرفت ان انا مش هتأيد في قائمه الموسم اللي بعده في النادي الاهلي، فعرفت ان انا مش هبقى في الاهلي، واحلامي كلها وقفت عند الحته دي. رجعت وقفت على كوبري قصر النيل، ما حسيتش بنفسي يعني ساعات، وقعدت عيطت وحسيت ان الدنيا انتهت عند الحد ده. يوسف قرر انه يمسك العصايه من النص، ومش هيخلي ضياع حلمه يبوظ حياته، وفعلا اهتم بتعليمه ودخل كليه الهندسه. دخلت كليه هندسه قسم ميكانيكا قوه. حسيت ان اقرب حاجه، حاسس ان انا حابب المجال بتاعها هي الميكانيكا. لكن يوسف كان زي كتير من الشباب بيحلم بالشهره، وفعلا وهو في الجامعه بدأ في مجال الاعلانات. وانا لسه في الجامعه كنت جات لي فرصه اعمل اعلانات، وما كنتش حتى يعني عندي اي هدف ان انا امثل بعد كده من الاعلانات، لان كان حتى اغلبيه اللي بيتاخدوا بيبقوا بنات. يعني عملت اعلانات كتير، عملت نسكافيه، عملت كان في كباين اللي هي اسمها رينجو، لحد ما شافه الدكتور شريف صبري وقدم له فرصة عمره. جات لي فرصة، عملت إعلان مع دكتور شريف صبري، قال لي إن هو بيعمل فيلم، هيعمل أول فيلم ليه، وإنه من المفترض إنه يبقى بطل الفيلم ده وجه جديد، فتعالى أعمل زي الكاستنج، يعني اختبار كده للتمثيل يعني. فجريت جريبة. لكن بعد ما عمل يوسف البروفا محدش كلمه، ومن هنا كان قدامه طريقين، يا إما يكمل في مجال الهندسة يا إما يفضل ورا حلمه في التمثيل. لكن يوسف قرر إنه يختار التمثيل. كنت المفروض جاي لي فرصة إن أنا أسافر بره، أعمل زي كورس كده، أتمرن في حتة على الهندسة يعني، وأعمل حاجة زي معادلة كده في فرنسا. فرحت للدكتور شريف قلت له بص يا دكتور، موضوع كذا 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 كذا، أنا كمان يومين هسافر مش هرجع، فقول لي فيوميها. قال لي لا تمام خلاص، أنت اللي هتعمل الدور وكده. قلت له يعني سافر ولا ما سافرش؟ قال لي لا ما تسافرش. وفعلا شارك في بطولة فيلم 7 ورقات كوتشينة مع روبي سنة 2004.
بصراحه اللي يشوفك في الكلوب لا يمكن يصدق انك بتشتغلي على الريسبشن. بس للأسف الفيلم ما خدش النجاح اللي كانوا مستنيينه، وبعد ما فشل في أول بطولة ليه قرر يتجه للأدوار الجانبية، يمكن عشان ما كانش عنده الخبرة الكافية يشيل فيلم لوحده، زي دوره في فيلم فتح عينيك في 2005 مع مصطفى شعبان ونيلي كريم، لو مش عارف مين عدوك يبقى العيب فيك انت. ودوره في مسلسل العميل 1001 مع مصطفى شعبان. معقولة يا عادل بقى بعد ما رميت لك الدبلة في وشك تروح لهم البيت وكمان تتحايل عليها ترجع لك؟ ومسلسل السندريلا مع منى زكي سنة 2006. سيبك من النجاح الجماهيري، الاختيار كان فيلم مستوى هايل وكان مهم قوي انك تشتغلي. فكره ان فيلم روائي يتكلم عن اهميه بنى السد العالي دي حاجه مهمه جدا. وطبعا مش هننسى دوره في فيلم حليم اللي كان آخر أعمال أحمد زكي. ومن هنا بدأ الجمهور يلاحظ موهبة يوسف الشريف، واللي جاي يثبت حضور مش جاي فترة وماشي. وفعلا 2006 رجع يوسف للبطولات من تاني في فيلم آخر الدنيا مع نيلي كريم. بيتهيألي ان في مهام معينه بتحتاج انك تعرف تفاصيل كتير قوي عن حياه الناس، يعني انك تكون دكتور، فنان. لكن للأسف الفيلم منجحش، وواضح إن يوسف ملوش حظ في البطولات لحد ما جت سنة 2007 وحصلت الصدفة اللي غيرت حياة يوسف الشريف. كانت صدفه بحته، كنت سامع ان الاستاذ يوسف شاهين بيعمل فيلم، وكنت موجود في الشركه عنده مش للسبب ده خالص. كنت بقابل مخرج شاب اسمه عماد البهات، كان عرض عليا فيلم وقال لي تعالى نقعد في الشركه. لقيت الاستاذ نازل صدفه بحته يعني معدي في المكتب عنده. انبسطت جدا جدا وحسيت ان دي لحظه تاريخيه بالنسبه لي يعني. قلت هسلم عليه، فلقيته هو بيقول لي انت مين؟ واحبطت جدا لان تخيلت يعني. قلت له لا مفيش يا استاذ، انا ممثل وجاي عند الاستاذ عماد البهات. قال لي طيب عايزك تعمل لي تيست بس. والله تحمست وحسيت ان هي تبقى خطوه خياليه بالنسبه لي يعني. جريت جري، وبعد كده الاستاذ اختارني للدور وقال لي عماد بقى، قال له ما تاخدش يوسف، خلاص يوسف معايا فمش هيبقى فاضي يعمل الفيلم. وهنا القدر لعب مع يوسف وقدم له فرصة عمره لما شارك في عمل مع مخرج تقيل زي يوسف شاهين، وقدموا لنا فيلم هي فوضى مع منة شلبي وخالد صالح. طب ممكن نأجل الموضوع ده شويه؟ انا تعبت، مش عارف ازاي اخليكي توافقي عليها، ده حتى الخطوبه حضرتك ما حضرتيهاش. والفيلم على مستوى الإيرادات منجحش، لكن لما نزل على التلفزيون الناس حبته جدا وحبت تمثيل يوسف قوي. ومن هنا بدأ يوسف الشريف يكون ليه قاعدة جماهيرية. لكن طبعا كلنا سمعنا عن الجدل بسبب الفيلم، وخصوصا ان الفيلم كان بيناقش قضايا حساسة وقتها، لكن ده كان شيء متعودين عليه من مخرج جريء زي يوسف شاهين. وبعد الفيلم راح أبطال وصناع الفيلم المهرجان فينيسيا علشان يتكرموا، لكن كان حصل موقف ليوسف الشريف لا كان على البال ولا على الخاطر. ففوجئت بحته سؤال على ما اتذكر يعني. السؤال كان له علاقه بانه قال لي الفيلم كل اللي اتفرجوا عليه سواء كانت لجنه تحكيم او كذا كذا، هو قالوا ان هو في تشابه قد يصل الى الاقتباس من روح السينما الايطاليه في الستينات. وبدا يكلمني عن اسماء مخرجين كتير منهم فيليني في ايطاليا، وبيتكلم على السينما الايطاليه، وانا عملت كده يعني. انا مش مصدق الموقف اللي انا فيه. يا ربي. بعد الفيلم على طول حصلت ليوسف أحسن صدفة في حياته، وده لما قابل مراته لأول مرة وخطفت قلبه. اول لقاء ما حصلش فيه حاجه. اللي حصل ان احنا اتقابلنا اول مره، هي كانت بتمتلك مجله وكانت رئيس التحرير بتاعها. كان المفروض تعمل معايا حوار صحفي، بس اول مره اتقابلنا دي ما حصلش فيها حاجه. الحوار عادي جدا وطبيعي جدا وخلاص. قابلنا تاني صدفه بقى عن طريق اصدقاء مشتركين، صدفه جمعتنا. وايه ده، مش انت يوميها بقى حصل يعني. يوميها هي خدت فرصه اكتر انها تتكلم عن نفسها وان هي تظهر الجميل اللي فيها يعني. فبقى لا، يوميها حبيتها على طول طبعا يا سيدي. ما شاء الله. وعرفت بقى اصطاد قلبها. وفي كذا لقاء اتكلم وقال قد ايه هو بيحبها جدا. حمدت ربنا عليها ما شاء الله. وكنت هزعل قوي لو ما حبتنيش، لان انا حبيتها قوي من البدايه، وكان نفسي اعمل كده. ما شاء الله. وبعدها اختفى يوسف لمده 2 سنين، ورجع لينا ببطوله فيلم العالمي مع أروى جودة. عارف يا عمر، انا نفسي ابقى زيك كده، ابن موت، ما يهمنيش حاجه ولا حاجه في الدنيا تاثر فيا. واللي قدم فيه دور لاعب كورة بيحلم يوصل للعالمية. لكن الفيلم نجح نسبيا، يعني لا نقدر نقول انه نجح ولا فشل. بعد الفيلم ده الناس طلعت عليه لقب العالمي، لكن بعد الفيلم ده قرر يوسف انه يراجع قراراته ويتجه للدراما، وده كان احسن قرار خده. تعالوا نعرف ليه دلوقتي. وفعلا دخل عالم الدراما زي دوره في مسلسل المواطن إكس. ليلى مين دي اللي احبها؟ وبعدين حب ايه وهبه ليه اساسا؟ انت عارف انا بجيب كام؟ ما يكملش 20 جنيه. لكن المسلسل كان بطولة مشتركة بينه وبين أمير كرارة وإياد نصار. المسلسل نزل في رمضان 2011، وأحداثه كانت بتدور حوالين جريمة قتل شاب معروف بالمواطن إكس.
المسلسل كان عبارة عن فلاش باك مستمر، وكل حلقة كانت مشوقة أكتر من اللي قبلها، وفعلا المسلسل نجح وعجب الناس، وده فتح قدام يوسف إنه يقدم بطولة مطلقة في مسلسل رقم مجهول سنة 2012. لو الزمن اللي بيني وبينك ده عدى 24 ساعة يبقى أحسن لك تتوب وتحضر كفنك. أنت قدرت تلفها لي جريمة قتل، مش هيجرى حاجة لما أعمل جريمة بجد. المسلسل ده يعتبر الانطلاقة الحقيقية ليوسف الشريف. المسلسل كان مختلف وقتها، الناس حبت لعب يوسف في دور شخص بيتعرض لابتزاز من رقم مجهول. المسلسل حقق نجاح كبير جدا، ومن هنا يوسف أثبت إنه يستاهل يبقى نجم من نجوم الصف الأول. وبعدها بسنة قدم لنا بطولة مسلسل اسمه مؤقت مع شيري عادل. يا بنتي شغلي مخك شوية، الناس اللي وصلت لك دي زي ما وصلت في المكان اللي كنت فيه ممكن توصلك في أي حتة في الدنيا. واستمر يوسف على خط الغموض، وقدم دور حد فاقد للذاكرة وبيحاول يكتشف هو مين، وده زود تعلق الجمهور بالمسلسل. وسنة 2014 قدم لنا مسلسل الصياد. الراجل جري المسافة دي كلها لحد ما القاتل لحقه وبسحبة سكينة واحدة خلص. ولعب فيه دور شخص فاقد بصره ولكنه عبقري في تتبع الجرائم، والمسلسل وقتها كانت فكرته جديدة، ويوسف كان حافظ دماغ الجمهور وعارف ازاي يلفت انتباهه. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش ان يوسف مش بس كان بيمثل دور حد مش بيشوف، هو فعلا بيمثل من غير ما يشوف بجد. يعني حرفيا انت بتتكلم عن ممثل متمكن عارف هو بيعمل ايه، دايما بيبهرنا بافكاره وطريقة تمثيله. لكن سنة 2015 يوسف الشريف قلب كل الموازين وقدم لنا مسلسل لعبة إبليس. كان يا مكان كان في ولد وبنت حبوا بعض وعاشوا في تبات ونبات. المفاجأة بقى إن المسلسل كان من تأليف مراته إنجي علاء. المسلسل عمل ليوسف نقلة تانية لما قدم لنا دور شخصين توأم، واحد شرير والتاني ملاك، ولعب على فكرة الخير والشر جوه البني آدم. المسلسل كان مميز جدا، والناس كتير قالت إن ده من أحسن أدواره. الأخ الشرير في المسلسل كان طالع بدور ساحر. طبعا كلنا قلنا إن دي مجرد مؤثرات بصرية، لكن محدش جه في باله ولا مرة إن السحر ده كان حقيقي. كمان شخصية الساحر هي شخصية مميزة جدا. البني آدم اللي بيمتهن المهنة دي ما بيبقاش عادي، طريقته مش عادية، كلامه مش عادي. فأنا كان الهدف الأول إن أنا أقعد مع حد أشوفه بيتكلم إزاي، بيعمل إزاي. وكان عندنا طبعا الفرصة، يعني مش لازم تتعلم السحر، يعني أنت ممكن إحنا نعملها الخدع بتاعتنا والكاميرات بتاعتنا، ممكن نقطع، ممكن نعمل دفاترنا وده الحل الأسهل يعني. لأن طبعا وأنا ناوي أتعلم ده، أنا ما كنتش بأجزم إن أنا هقدر أتقن ده في الوقت اللي كان متاح. فانا الاول يعني رحت بالنيه دي. انا كنت محتاج اشوف ساحر من اللي بيمتهنوا المهنه دي مثلا في مسارح كبيره زي لاس فيجاس. فكان حظي بالصدفه ان انا قدرت اوصل للراجل ده. لكن بعد ما المسلسل كسر الدنيا وحقق نجاح كبير، طبعا معروف زي ما في ناس بتمدح في ناس بتنتقد، وبعد النجاح الكبير اللي حققه يوسف في عالم الدراما طلعت ناس وقالت انه بيقلد افلام هوليوود، وخصوصا اخر عمل لما كان يوسف رد وقال: اول حاجه انا مفيش اي حاجه مقتبسه من اي، عشان برضو يعني عشان تبقى البدايه جايبه من الاخر، عشان الناس ما تتوهش معايا. بس خليني اقول لك طريقه السرد، انا في طريقه سرد بتستهويني، وطريقه السرد دي دايما بتخلي الناس تحس كده. انا ما بحبش بدايه من المواطن، ما بحبش الحكايه تمشي بالطريقه العاديه. وسنه 2016 دخل يوسف في جو سياسي وتنظيمات سريه وارهاب بمسلسل القيصر. في الحقيقه مش قادر اصدق ان اللي يقدر يغير موازين القوى في العالم ويقدر يقاوم حروب ويقدر يمنعها ما قدرش ينفذ اتفاقه معايا. المسلسل كان فيه أكشن وكان فيه غموض عميق كعادة يوسف، وكالعادة المسلسل بيعجب الجمهور جدا، ومن بعدها بيطلعوا على يوسف الشريف اسم القيصر. لكن سنة 2017 يوسف غير جلده في مسلسل كفر دلهاب. أنا سقيتك شراب وأنت نايم ومغمى عليك، هتلاقي طعمه مرر في بقك، ده سم. مسلسل رعب صعيدي دور في كفر مليان لعنة ووراه قصة انتقام مرعبة. المسلسل كان ترند كل يوم وقتها، وبعدها قرر يوسف يرجع للسينما من تاني في فيلم بني آدم مع أحمد رزق ودينا الشربيني. يعني قبل ما تطلع معانا الطلعة دي يا ابني وانت عارف التعليمات كويس وعارف اللي بيحصل مع اللي يخالف، فتتكل على الله من هنا وتحمد ربنا انك لسه عايش. لكن للأسف الفيلم ما حققش النجاح المتوقع، وبعدها رجع لنا بعد غياب 3 سنين عن الدراما بمسلسل خيال علمي اسمه النهاية، بحث إمكانية تطوير خلايا مكعب الطاقة بحيث يمكن شحنها بكمية طاقة أكبر. وكان أول مرة في مصر حد يجرب النوع ده من الأفكار.
اتكلم عن المستقبل وانهيار التكنولوجيا ونهاية الكيان الصهيوني، وده خلى الإعلام الإسرائيلي يهاجمه، والناس كانت منبهرة بالإنتاج والجراءة، وفي ناس شافوا الفكرة تقيلة وغريبة. الخارجية الإسرائيلية بقى بتعترض على مسلسل النهاية الذي يتوقع نهايتها مؤسف وغير مقبول. ده اللي قالته الخارجية الإسرائيلية على مسلسل النهاية. وبعدها بسنة قدم لنا آخر عمل ليه في مسلسل كوفيد 25. احتمال ما يبقاش في وقت تاني، اديك شايفه اللي احنا فيه. انا بس كنت عايز اقول لك اني ما حبيتش في الدنيا غيرك. مسلسل قصير 15 حلقة عن فيروس جديد بيأثر على المخ، والناس بتتصرف بغرابة، والمسلسل جه وقت الكورونا فشد انتباه الناس، بس اتقال عنه إنه مستعجل وضعيف فنيا شوية. لكن أصلا من أول ما إعلان المسلسل نزل والناس ما كانتش على لسانها غير شابو يوسف الشريف، ومن هنا طلع عليه لقب الشابو، وبعدها اختفى يوسف الشريف عن الأنظار. لكن في 28 نوفمبر سنة 2023 سمعنا خبر صدمنا كلنا، وهو خبر طلاق يوسف الشريف من مراته إنجي علاء بعد جواز دام 14 سنة. انتوا متخيلين؟ بعد السنين دي كلها وحبهم اللي كان دايما بيبان من كلامهم، وكمان عندهم ولدين توأم عبد الرحمن وعبد الله. وإنجي ما كانتش مجرد زوجة وخلاص، دي كانت شريكته الفنية في كذا عمل، وبتكتب أفكار كتير من مسلسلاته. مش بس كده، دي كانت بتشتغل معاه في التنسيق والملابس. هي الزوجة وأم الأولاد دلوقتي، هي الستايلست بتاعه، هي المكير بتاعه، هي المؤلفة بتاعته، يعني فهي كانت غلطة العمر يا يوسف، ما فيهاش كلام. مش بس كده، ده احنا سمعنا إنه هينزل مسلسل الراكون في رمضان 2025، والمسلسل من تأليف طليقته إنجي علاء. والمسلسل كان هيكون عودة قوية ليوسف الشريف بعد غياب سنتين، لكن بعد ما بدأوا التصوير اتأجل عرض المسلسل أكتر من مرة. من البداية كان مقرر عرضه في رمضان 2024، لكن اتأجل لرمضان 2025 وبعدها لرمضان 2026. وطبعا الناس بدأت تتكلم وتقول إن سبب تأجيل المسلسل هو طلاق مراته ومؤلفة المسلسل، لكن يوسف رد وقال إن سبب التأجيل مشاكل تبع شركة الإنتاج، لكن طبعا محدش يعرف الحقيقة فين. هل فعلا المسلسل هيتم عرضه في رمضان 2026 ولا هم بيقولوا كلام علشان يسكتوا الناس وخلاص؟ هل تفتكر إن الجدل في حياة يوسف الشريف خلص على كده؟ أحب أقولك إن الجدل الحقيقي لسه جاي. طبعا مهما حاول الفنان إنه يبعد عن المشاكل، لكن طبعا الوسط الفني ما بيخلاش من الحوارات. ومن أشهر المواضيع اللي سببت إثارة الجدل في حياة يوسف الشريف هو موضوع عدم التلامس. أيوة، إيه هو موضوع عدم التلامس ده؟ تعالوا كده أشرح لكم الموضوع من البداية للنهاية بالتفصيل. بعد تصوير يوسف الشريف لفيلم هي فوضى أخذ قرار صدم الجمهور. انا ما كانش ليا مشاهد طلعت في الفيلم كانت بايخه، بس كان في مشاهد تانية ما اتبسطتش منها، وكان والدي ووالدتي كمان بيتفرجوا وزعلت، وكان ده متزامن مع فتره انا فيها بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش عايز اعمل حاجه يكون فيها مشاهد زياده شويه، او مشاهد فيها خدش حال الناس، او مشاهد تغضب ربنا سبحانه وتعالى. بدات اعمل ده بطريقه يعني بيني وبين نفسي تماما. يعني بدات في الاعمال اللي بعد كده، في المرحله اللي بعد كده، ان انا ابدا انا ناوي على ده. فبدانا مثلا لو في حاجه في السيناريو بتكلم فيها بالراحه خالص، يا جماعه بس انا مش عايز ده بليز يعني. لكن طبعا القرار ده ضر يوسف في مسيرته الفنية. في ناس كتير قوي خدت مني مواقف، في ناس كتير قوي احترمت ده لان فهموه كويس. في مخرجين مثلا شافوا ان ده تعنت، تدخل في شغله، وسبحان الله تلاقي مخرج كبير جدا 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 جدا. لحد هنا والدنيا كانت تمام، لكن وقتها كانت السوشيال ميديا لسه مش موجودة بقوة الأيام دي، فالموضوع عدى من غير أي شوشرة. لكن من فترة مش كبيرة طلع يوسف الشريف في برنامج مع الإعلامي رامي رضوان وقرر الكلام ده وقال: ما بستريحش خالص، وما بحسش ان ده صح بالنسبة لي، ان مثلا يبقى في مشاهد فيها مشاهد ساخنة، مشاهد فيها قبلات، مثلا مشاهد فيها أحضان. ما بحسش انه صح بالنسبة لي، كده وجهة نظري كده. ومش بس كده، ده قالوا انه واجه صعوبات كتير في الموضوع ده لدرجة انه بقى يكتبوا شرط في العقد. بدأت أحط قيود. كلمة العقود دي اتقالت علشان خاطر أنا أول ما حاولت أطبق ده واجهت مشاكل. في الحقيقة أكيد أنا ما رحتش لمرحلة العقود دي غير لما يعني نغير كلامنا في حاجة تبقى مشاكل كبيرة جدا جدا. واتقال لي صراحة ما ينفعش طالما الاتفاق بالبق الناس ما بتراعيهوش، يبقى لازم الأمور تبقى واضحة أكتر. ده صرح وقال إن في فيلم اتعرض عليه بعد فيلم هي فوضى ورفضه لأنه كان فيه مشاهد حساسة كتير، والموضوع ده أثر معاه الفترة. وكان العرض إن يلا بقى هتعمل يا عم البطولة، فأخدت الورق قريته، بقينا قعدنا عملنا ميتنج، فكان في مشاهد مكتوبة صعبة جدا يعني. قلت للمخرج أنا مش هقدر أعمل، ما انساش القعدة دي. فراح قال لي لا طبعا ده مش شغلك. جايز يكون عنده حق، مش غلط 100% اللي هو بيقوله يعني، بس طبعا لا ده مش شغلك، أنت
ما تيجي تخرج انت بقى. قلت له لا مش هخرج ولا حاجه، وده طبعا شغل حضرتك وكل حاجه، بس انا مش هعمل مش هعمل. قال لي خلاص يبقى تعتذر عن الفيلم. قلت له بعتذر. القعده دي كان فيها وجهه نظر من الناقد ده، قال لي يا ابني انت مش هتشتغل الشغلانه دي، شوف لك بقى شغلانه تانية. طبعا السوشيال ميديا قامت ومقعدت ما بين ناس بتدعمه وناس بتهاجمه، وطبعا الهجوم ما اقتصرش على الجمهور بس، لا ده في ناس من الوسط طلعت هجمته وقالت له انت عايز تمشي السينما على مزاجك، وفي قالوا له لا شوف لك شغلانه تانية زي ايناس الدغيدي والهام شاهين وصبري فواز والمخرج الكبير مدحت العدل وغيرهم كتير. لكن طبعا يوسف ما تنزلش عن مبدأه حتى بعد كل الهجوم اللي اتعرض له وما ردش عليه حتى. بس زي ما في ناس بتكره في ناس بتحب وتدعم، وفي ناس كتير دعمت يوسف الشريف في قراره وقالت انه حر في اي قرار. في كم من النجوم اللي كانوا داعمين لفكرة انه حرية اختيار، منهم النجم هشام ماجد، النجوم بقى كريم فهمي، ناهد السباعي، ايمن بهجت قمر، امير طعيمه، حدث بقى بالحرج كتير. الموضوع ايتن عامر كتير بصراحه كتبوا يعني. انا الموضوع كان ملفت بالنسبه لي ليه؟ لانه اللي هم قالوه هؤلاء النجوم شيء محترم جدا، وهو ده جوهر حديث يوسف الشريف اللي هو ايه؟ انا مش يعني يوسف ما طلعش قال انه عايز يفرض ده في صناعه السينما والدراما، وقال دي وجهه نظري، انا بحب اعمل اعمال كده. ده رقم واحد. رقم 2، بعض الناس قالت الله يعني هو بقى بيزايد على بقيه زماء. هو الراجل قال بشكل واضح انا لا بقول ان انا احسن من حد، وفي ناس بيعملوا الشروط لو انا بحطها في عقود، ففي ناس بتعمل ده وبتقدم الفن بالشكل ده، واللي ما بيقدموش بالشكل ده برضه هو حر. لكن بعد الهجوم والضغط الكبير فكر يوسف انه يعتزل الفن لو هيعارض مبادئه. هل فكرت لا اسيب السينما، اسيب التمثيل خالص؟ طبعا طبعا فكرت في العكس، كنت على وشك ان اخد خطوات جديه يعني. لكن بعدها دخلت مراته على الخط ووضحت كلام يوسف الشريف وقالت انه مش بيفرض رايه ولا حاجه، وان الموضوع اتفهم غلط. هو ما قالش كده خالص يعني. المشكله ان طلعت تصريحات فيها الكلام ده. لو حضرتك رجعت للحوار مع اعلامي رامي رضوان هتلاقي انه ما قالش كده خالص. هو قال انا المشاهد الساخنه، يعني بيتكلم عن المشاهد الساخنه، وعلى فكره 3/4 الناس يعني في جزء كبير جدا مش بيفضل المشاهد الساخنه، وبرده كل واحد حر، دي بترجع لكل واحد طبعا. انما هو ما قالش تصريح تلامس ده، ما قالوش نهائي، فده مش حقيقي اصلا. ولما اتسالت ان قرار يوسف ده هي اللي طلبته منه بحكم الغيره عليه، ردت وقالت بالعكس يعني اللي قريبين مننا عارفين ده يعني، واللي اشتغلوا معايا من سنين عارفين ده. انا ماليش علاقه خالص دي اراء شخصيه، كل واحد بيجتهد في حتته. لكن بعد ما الموضوع زاد عن حد وفي ناس بتحرفه على مزاجها، طلع يوسف وكتب تويته وقال عمري ما قلت اني انضف من زمايلي، ولا عمري قلت الفن حرام، انا كل اللي قلته اني بتفق على شروطي في الشغل قبل ما ابدا عشان ما اضايقش حد. لما اطرح فكره زي كده مجرد طرحها للنقاش ممكن يكون في شكل من اشكال الاساءه لزمايل ليا بحترمهم جدا، بحترم شغلهم جدا، بيقدروا يوصلوا الى حد كبير اصلا للي انا بقوله من غير الحاجات اللي بقولها دي. لكن بعدها بدأت أعمال يوسف الشريف تقل. الأول كنا بنشوفه كل سنة، لكن دلوقتي الوضع اختلف، بقى بيختفي لفترات كبيرة. والسؤال هنا، هل يوسف الشريف بيختفي ويظهر بمزاجه، ولا في حد بيحاول ينهي مسيرته الفنية؟ ولما اتسأل يوسف إنه ليه بقى ما بيظهرش كتير زي الأول، رد وقال بحس إن أنا أحب أظهر لما يكون عندي حاجة أقولها، حاجة مختلفة ولا حاجة جديدة أقولها، مثلا في عمل جديد بتكلم عنه سواء. بحس إن أنا محتاج أطلع دلوقتي، إن في حاجة أقولها للناس، في حاجة الناس مستنياها. إنما الظهور الكتير اللي ملوش لازمة ما أعرفش يعني، ما بستريحش يعني، مفيش سبب بعينه. الخلاصة إن يوسف شخصية مثيرة للجدل، مش بس علشان بيغلط، لأ عشان ماشي في سكة غير الناس. مفيش مشاهد ساخنة، مفيش ألفاظ، مفيش مجاملة في المبادئ، وده خلى ناس ترفعه ل7 سما، وناس تانية تشوفه إنسان بيدعي الأخلاق وتقوله الله يرحم دورك في فيلم 7 ورقات كوتشينة. بس الأكيد إنه نجح في إنه يخلي الناس تتكلم عنه حتى وهو سايب الساحة. يوسف حالياً عنده 47 سنة، لكن رغم سنه لما تتفرج عليه تحس إنك بتتفرج على شاب لسه عنده أحلام وأفكار كتير وبيسعى يحققها. وآخر حاجة شفناه فيها كانت في حفلة بطولة العالم العسكرية للفروسية. وكل ما كانت التحديات كبيرة كانت الحكمة حكمة الفرسان. وأعلن كذا مرة عن مسلسله الجديد الراكون، لكن لحد دلوقتي ما نعرفش هل المسلسل هيتعرض ولا لأ. واحد بمكانة يوسف الشريف ثروته تقدر ما بين 180 ل 200 مليون جنيه. وفي الآخر يوسف الشريف فنان مش تقليدي ولا نجم بيجري ورا الشهرة وخلاص، ده ممثل عنده قناعة ورؤية وخط ماشي عليه، حتى لو كله ضده
في ناس بتحبه وناس بتهاجمه، بس الأكيد إنه ساب بصمته وخلى الجمهور يستناه كل سنة. كمان مش هنقدر ننكر حقيقة إنه ممثل شاطر وبيعرف إزاي يخطف الأنظار، لكن السؤال هنا، هل فعلا يوسف فنان ملتزم ولا بيعرف يلعبها صح قدام الكاميرا؟ وفعلا دخل عالم الدراما زي دوره في مسلسل المواطن إكس. دايما بيبهرنا بأفكاره وطريقة تمثيله،